السلام عليكم الاخوان، معكم رضوان من قناه ديال بودكاستر. بزاف منكم الاخوان طلب مني هذا الفيديو هذا باش نعدلو صراحه. ما كانش عندي الوقت الكافي باش نقدر نعمل هذا الفيديو ولا اي فيديو كان. كيف ما كتعرفوا الاخوان، انا عندي باج كننزل فيها بزاف ديال الحاجات مختلفه. واليوم جيت نهضر على الناس ديال البكالوريا، حيت هذا الفيديو هذا تطلب مني بزاف على جميع الفيديوهات. الاخوان، كيفاش تنجح في الباك؟ ما بقى والو على الامتحان ديال الوطني في البكالوريا، وكذلك على الامتحان الجهوي في السيزيام. باش تنجح في الباك الاخوان، عندكم بزاف ديال الحلول وعندكم بزاف ديال الطرق. بزاف كيكذبوا عليكم، كيقول لكم بانكم ما بقاش عندكم الوقت، وعندكم الوقت الكافي يا الاخوان. عندكم شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة وشهر ربعة. حنا دابا في الاخر ديال شهر 12 وشهر ربعة كيف ما قلت لكم دابا، وشهر خمسة. باقي لكم اكثر من 5 شهور الاخوان على الامتحان ديال الوطني وعلى ديال الجهوي. اللي بغى يجمع راسو من دابا غادي يقدر يجمع راسو، واللي باغيش يجمع راسو راه ما غاديش يتفرج في هذا الفيديو هذا. طبعا انا كيف ما كنعرف الانسان اللي كيكون عنده واحد الاراده باش ينجح في البكالوريا ولا باش يفرح الوالدين ديالو، طبعا غادي يبحث وغادي يطلع له هذا الفيديو هذا، حيتاش مهم بزاف الاخوان. اول حاجه الاخوان، كنعرفوا بان النقط ديال القسم مهمه بزاف بزاف بزاف، اللي كتشجعك وما كتخليكش تفقد الامل. ومهم باش تقدر تعوض النقطه ديال الجهوي. الا كانت عندك طايحه غادي طبعا خصك النقطه ديال القسم، وباش تجيب في الدوره الثانيه ان شاء الله نقط مزيانه مزيانه بزاف في الدوره الثانيه. واذا كانوا عندك النقط خايبين في الدوره الاولى وعندك الجهوي طايح في العام اللي فات، باقي لك الوقت صراحه باش تعوضهم في الدوره الثانيه. وفي النقطه ديال الوطني كيف ما كنعرفوا 50% ديال النقطه الوطني، و25% ديال الجهوي، و25% ديال الدوره العامه، الدوره الاولى والدوره الثانيه. الاخوان، الدوره الثانيه الاخوان، شوفوا غادي تجبروا الدروس اللي عندكم. انت سواء كنتي سيونس فيزيك، سواء كنتي بيو، سواء كنتي علوم انسانيه، غادي تجبر انت وعلى حسب المعاملات المهمه في المواد اللي عندك واللي كتدرسهم. اذا كنتي خيار فرنسي ولا اي حاجه، فهمتوا؟ خصك تشوف المعاملات اللي عندك طالعين وتحاول تطلعهم، تطلعهم مقارنه مع الدوره الاولى، واخا يكونوا عندك طايحين. فهمتي؟ واول حاجه باش تنجح في هذه العمليه هذه الاخوان هو انك تلخص الدروس. تلخص دروس اذا كنت مثلا علوم انسانيه ولا اي حاجه. فهمتيني؟ حتى في الفيزياء كيتلخصوا الدروس، كاين بزاف ديال العلاقات اللي هما طوالين، ويمكن لك تجمع 15 نقطه سهله بزاف تجمع العلاقات وتحفظهم وتخدم التمارين. قسما بالله الاخوان، حتى باقي لكم الوقت الكافي باش تداركوا هادشي هذا كامل. وما يكذبش عليكم كذاب، راه دوزت انا من هاد التجربه هذه اللي كنقول لكم انا. قسما بالله وربي الحبيب شاهد فوق مني، شهر 3 وانا باقي ما عامل والو، ما يجيبش نقطه مزيانه في الدوره الاولى. المهم طبعا نجحت، ولكن ماشي شي نقطه اللي مزيانه. بما انني كنت كنحاول نجيب نقطه مزيانه، ولكن صراحه ما قدرتش، كان عندي المواد ضعافين. وقلت لكم والحمد لله ربي الحبيب كتب لي ونجحت. وبزاف ديال الدراري صراحه كنعرفهم طبقوا هذه العمليه هذه، وكنعرف بزاف ديال الناس كانوا متفوقين في الدوره الاولى وفي السيزيام وفي بزاف ديال الحاجات وسقطوا. والله لا الاخوان. وانا كنت علوم فيزيائيه، وشفت بزاف ديال الدراري صراحه سقطوا وبقاو فيا، حق الله بقاو فيا، حيتاش كنشوفهم كيعملوا واحد المجهود كبير وكيسقطوا. فهمتي؟ كنشوف بان وكنحلل بان ماشي، طبعا خصك تكون عندك واحد الجهد باش تفوق في شي ماده. فهمتي؟ خصك تجمع من هنا من هنا من هنا من هنا. اما هذاك اللي كيمشي كيتفوق مثلا غير في الفيزياء وما كيجيبش في الماط، اولا كيتفوق في الماط وما كيجيبش في الفيزياء، اولا مثلا ما كيجيبش في الفيزياء وما كيجيبش في الماط وكيجيب في علوم الحياه والارض، هذاك الاخوان انت كيكون عندك واحد التخصص، ولكن ديك التخصص راه ما غادي ينفعك بوالو. فهمتي؟ خصك
جميع المواد تجي فيهم نقطة مزيانة على الأقل، ولا نورمال 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 نورمال. أما باش يعني تقول لي خصني نجيب نقطة مزيانة يعني ونركز غير على الفيزياء، راه هادشي هذا لا يمكن، لا يمكن ومستحيل تنجح بهذه الطريقة هذه. فهمتوني؟ والطريقة الإخوان الثانية اللي هي أنك كيف ما قلت لكم يعني تلخصوا الدروس، تلخصوا الدروس، جميع الدروس وجميع المواد المهمة، ركزوا على المواد المهمة اللي عندكم على حسب الخيار ديالك. يعني حاول تجيب أعلى نقطة، أعلى نقطة حاول تجيبها في الدورة الأولى. وفي مهم باش إن شاء الله تالي الدورة الثانية والدورة الأولى صراحة كيشت الأساسي يعني كيتعاملوا في النقاط وداكشي ويقدروا يتعاملوا معك. فهمتي؟ بالنسبة للوطني الإخوان، للوطني شوف، انت حر في راسك، انت دبر راسك. انا ما نقولكش لا وما تعمل ما تنقلش لا وما تعملش هادي لا وما تعملش هادي، دبر راسك. فهمتوني؟ انا ما كنصح يعني بوالو، انا كنقولك يعني انت حر في ذاتك، حر في القرار ديالك، حر في اي حاجه. يعني انا كيهمني هو نشوف يعني الدراري اللي كتبعني نشوفهم ناجحين ان شاء الله، ويفرحوني ويفرحوا الوالدين ديالهم ان شاء الله. هذا هو اهم حاجه عندي، لان المسار الدراسي الاخوان ماشي هو كل شيء. حق الله كان كيسحب لي بان الدراسه بانها هي يعني كل شيء في الحياه وداك الشيء، ولكن يعني ملي كتنجح عاد كتعرف بزاف ديال الحاجات. عاد كتبدا واحد الرحله اللي هي طويله صراحه، لا في سوق الشغل لا في الدراسه، سواء كنتي غتعمل لونيفرسيتي وسواء الا كنتي غتعمل ليستيه. يعني بزاف صراحه كتبر واحد الطريق طويله وكتدوخ العام الاول راك كتدوخ مره. المهم الاخوان هنايا غادي يسالي الفيديو ديالنا ياك، وان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو. وما تنسوش الاخوان جيم ولايك وشي كومونتير يكون مزيون تحفيزي من عندكم ياك، باش غادي ان شاء الله نعمل لكم واحد الفيديو يكون مزيون من الاختيار ديالكم نتوما. وعلاش بغيتو نهضر على اي حاجه بغيتو نهضر، الحمد لله كنفهموا في كل شيء. الحمد لله كنفهموا في كل شيء، واي حاجه بغيتو نهضروا فيها. وشكرا بزاف بزاف على التفاعل ديالكم صراحه في الفيديو اللي داز، ونخليكم راحه الاخوان والنجاح